في الجولة الماضية. الآن ضربة جزاء هي الخامسة على الشباب هنا أمام فريق نادي العين، وعنشوف على طول تتلعب وجول عن طريق الشمراني الذي يسجل أول هدف له بقميص فريق نادي العين في المباراة السادسة لهذا اللاعب القادم من هناك من الدوري السعودي، اللاعب الذي تألق وتعلق مع الوحدة ومع الشباب، وكان رائعا تماما مع الهلال، كان كذلك أروع مع المنتخب السعودي. والآن شوف بضربة جزاء، نعم هنا يقدم نفسه وبالتالي يسجل هدف أول بقميص نادي العين على مستوى الدوري في المباراة السادسة له في دوري الخليج العربي. هذا هو ناصر الشمراني. إذا هدف الآن ناصر الشمراني في الدقيقة العاشرة من زمن شوط المباراة. حيد روف هناك لوفانور يلعبها خطيرة راسية في الجول، جول عن طريق محمد مرزوق، يظهر لي راسية لوفانور عملها لمحمد مرزوق مدافع وكابتن فريق نادي الشباب، تقدم شوف هذا خطأ برمان هني استثمر مين لوفانور، يعني واحد من المفاتيح المهمة، وبعد ذلك الراسية من كابتن الشباب في مكان مناسب تماما. يا سلام على محمد مرزوق، حط وارتقى ولعبها. وقلت لك العين يعاني في مسألة التنظيم والتمركز في الخط الخلفي، وهذا واضح من خلال الكرة هذه اتلعبت هنا. طبعا حارس المرمى طالع، لو تلاحظ طالع واضح انه مغمض حتى، وهو طالع خالد عيسى في اللقطه الماضيه. يعني خالد رغم انه لاعب دولي ولاعب الحقيقه حارس مرمى مميز، لكن في اللقطه هذه بالمناسبه هذا عيسى واحد من الاسماء الغائبه عن هذه المباراه هنا. طبعا هذا هو ايضا الشمراني يلعبه الجول، ضربه جزاء ثانيه لصالح العين، والتسديد دائما عن طريق ناصر الشمراني الذي يسجل العين هنا في هذه المباراة. ناصر الشمراني يسجل هدف ثاني لفريق نادي العين عن طريق ضربة جزاء كذلك في الدقيقة 54 من زمن هذا اللقاء. هنا العرقلة وبعد ذلك الصفارة، ثم ضربة الجزاء العاشرة بالنسبة لهذا الحكم محمد عبد الله حسن، وهي ضربة الجزاء رقم 53 في دوري العربي، وهي ضربة الجزاء رقم 42 المسجلة، وهي كذلك ضربة الجزاء السادسة لفريق نادي العين هذا الموسم، كلهم سجلوا، وهي ضربة الجزاء السادسة المسجلة المحتسبة ضد نادي الشباب. وهناك 3 ضربات جزاء سجلوا و3 ضربات جزاء ضاعوا، والكرة تتلعب اللي يعملها تسديدة الساتر، يا بالخبرة صاروخ باليقين، يا سلام دياكي ابراهيم دياكي يسجل يابا الا ان يترك المباراة، وهو تارك بصمة رهيبة، جاء بصمة جميلة، تسديدة صاروخ عيناوي غير عادي من على بعد مش اقل من 45 ياردة. هذه الكرة توصلها يا ساتر، شوف مر عدى واجه سدد، وبالتالي هدف الثالث للعين. شوف هذا دكي عدى دكي مر دكي واجه سدد، روح صاروخ قوية لصالح فريق نادي العين، وبالتالي 3 أهداف دياكي إبراهيم دياكي يسجل في الدقيقة 77. 3-1 الآن.